اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وحضراتكم طيبين. ده اول فيديو بصوتي، فمعلش اعذروني لو كنت محرجة او بتلجلج او كده، فان شاء الله كل حاجة بعد كده هتتظبط. انا بس محرجة شوية يعني عشان اول فيديو اطلع بصوتي. آه كده يا حبايب قلبي، انا بدأت معاكم من اول اليوم، يعني وديت الولاد الامتحان وجيت بدأت معاكم الروتين. فغسلت بطانية كده، وكنت حاطة شوية غسيل في الغسالة برضو نشرتهم. تمام. وكمان غسلت الستاير والسجاد، بس حسيت ان الفيديو هيبقى طويل عليكم فهنزله لكم ان شاء الله الفيديو الجاي. بس يا حبيبي دخلت كده على المطبخ، كنت فطرت بقى، كان الوقت كده يعني خلاص، كان بابانا صحى وكده وفطرنا، فهنلم الكوبايات وكده مكان الفطار، وان شاء الله نعمل مع بعض يعني وصفة جميلة قوي النهاردة. طبعا انا عارفة ان حضراتكم كلكم شطار وبتعرفوا تعملوا كل حاجة، بس يعني احنا بناخد من بعض افكار. يعني انا ممكن ساعات بكون محتارة مش عارفة اعمل غدا ايه، فيقابلني فيديو حد من حبايبي اللي متابعاهم، فبعمل يعني الوصفة اللي بلاقيها مثلا قدامي، وكل يعني حاجاتها متوفرة عندي وينفع ان انا اعمل. تمام. فهي الفكرة ان احنا بناخد من بعض افكار يعني. وممكن مثلا بنوتة لسه متجوزة فبتكون عايزة مثلا تعرف وصفة او كده. تمام يا حبايبي. فانا اوقات كتير بكون قاعدة يعني مش عايزة اقوم اعمل حاجة، مش قادرة اقوم اعمل حاجة، فبشوف فيديو بيشجعني بصراحة. فهي الفكرة في كده ان احنا بنشجع بعض، بناخد من بعض افكار. تمام. تعالوا بقى نخش على وصفتنا. انا معايا هنا سمان يا جماعة، مش حمام، ده سمان. فبشرت بصلاية وطماطماية. تمام. وهحط عليهم ملح وفلفل ورشة قرفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تمام. وهتبل بقى الحمام وهدعكه كده من بره ومن جوه، وهسيبه في التتبيلة دي تقريبا ساعة، او يعني كل ما تسيبيه اكتر كل ما لحمه بيشرب من التتبيلة دي اكتر. وعلى فكرة بيبقى حلو قوي، بيبقى صدره يعني كله لحم كده، مش معنى ان هو صغير كده ان هو ما بيبقاش فيه لحم، لا، ده بيبقى جميل قوي، بيبقى مسكر وحلو قوي. والتتبيلة دي كمان يعني بتودي طعمه في حتة تانية خالص. فبنسيبه كده، يعني بنغطيه كده وبنسيبه على جنب جنبنا شوية او بنحطه في التلاجة. وتعالوا بقى نعمل الرز بالخلطة بتاعه. معايا هنا شوية زيت، وفرمة بصلاية بقرن فلفل، بصلاية كبيرة كده بقرن فلفل. تمام. وهشوحها لحد ما تاخد تصفر كده، تاخد لون بسيط يعني. تمام كده اخدت لون، هنزل عليها بالكبد والقوانص بتاعه السمان، تشويحة برضو كده. هنزل عليها برشة فلفل كده برضو، ورشة قرفة برضو. يعني انا بحب القرفة يعني في اغلب الاكل هتلاقوني بحط رشة قرفة، بحب طعمها وريحتها في الاكل. يعني يعني انتي بتبقي غاسله حاجتك ومتاكده ان هي كويسه ومفيش زفاره ولا حاجه، ونقعيها طبعا بالملح وبالليمون ودعكها كويس ونقعها كويس. بس برضو يعني بتحطي رشه قرفه كده بتبقي مطمنه ان مفيش ريحه زفاره او كده، وبتخلي الطعم حلو قوي. تمام كده. قلبت الرز، اديته برضو كده تقليبه مع البصلايه والكبده، وهنزل بالملح والفلفل ورشه القرفه برضو، وممكن احط ورقتين لوري. تمام يا حبايبي. احنا كنا بنقول ان نحاول بقى نخلص، يعني هو المفروض ان من قبل كده، يعني من قبل من يومين، من قبل يومين فاتوا، ان احنا نكون خلاص يعني كل حاجة في الشقة عايزة تتغسل. الحاجة التقيلة اللي تكون عايزة مجهود مثلا نكون عملناها عشان قبل الصيام وقبل الايام دي حلوة قوي وفضلها حلو قوي.
فانتي جهزي بقى دعواتك كده اللي انتي حباها والله والله يا بنات يعني عن تجربة. انا يعني افتكر يعني انا بفكر من ولادي ان من سنين كنا بندعي لحاجة معينة وكنت بخليهم يقعدوا ويدعوا معايا. فالحمد لله الحمد لله يا رب، ربنا بيستجاب. صدقوني اي حاجة يعني بتعدي عليكم، اي نعمة ربنا بيكرمكم بيها والله يعني بيبقى سببها دعوة. والله العظيم يعني لو حد وقف معاكي او حد قدم لك خدمة او كده ده بيكون سبب. بس والله والله اي دعوة بتدعيها لربنا بتستجاب حتى لو فات عليها سنين. يعني انا في حاجة كنت بتمناها من ربنا فضلت سنين يعني اكتر من 11 12 سنة فضلت ادعي وما مليتش على فكرة، وفضلت ادعي ربنا وما استسلمتش والحمد لله ربنا رزقني بيها والحمد لله رب العالمين. تمام كده حبايبي، احنا حشينا يعني اخدت كام معلقة رز كده سبتهم بردوا وحشيت السمان وبسيبه على فكرة ما بقفلوش ولا حاجة وهو الرز جواه بيستوي وما بينزلش في الشوربة ولا حاجة. هنا عملت يعني في الشوربة عادي شوربة عادية خالص، حطيت ملح وفلفل ورق لوري وبصلاية وطماطماية ونزلت بالسمان. تمام، نشطب الحوض جنبنا كده عشان برضو ما يبقاش ورانا حاجات كتير بعد الغدا تكون عايزة تتعمل، ما يبقاش غير اطباق الغدا بس ان شاء الله. استغفر الله العظيم. انا مزوده الرز لان احنا بنحب ناكل بالرز يعني اللي بالخلطه لما بيبقى مع حمام او سمان او كده. يعني مش بعمل على قد الحشوه بس، لا انا بزود يعني بعمل احنا بنحب ناكل بيه يعني. بس يا حبايبي فكنت بقول لكم ايه، استغلوا بجد الايام اللي جايه دي، ادعي ربنا كتير، استغفري اي حاجة يعني اي دعوة نفسك فيها بجد ادعيها، وخصوصا اول 3 ايام دولت يعني مستجاب فيهم الدعاء جدا جدا. ونحاول ان شاء الله ان قبل يوم عرفة بأمر الله تكون الشقة خالصة مترتبة فرشة، ما يبقاش وراكي اي حاجة خالص غير بس الدعاء والصلاة والقرآن وخلاص. هيبقى اعمال الفطار اليوم ده وخلاص ان شاء الله. كده حبيبي اوريك اهو السمان كان خلاص استوى، وهنا حمرته بقى خلاص كده بحمر يعني خلاص كده بقى جاهز في الغدا. انا بعمله في حلة كده على اساس ان الزيت يكون غزير، مش عندي قلاية طبعا، فعشان الزيت يكون غزير فبحطه في حلة كده تكون يعني ينفع ان انا احمر فيها. يعني لو عملت في طاسة او كده الزيت ممكن ما يكونش طايل الحمام كله. فكده تمام. ما نزلش منه رز على فكرة يا جماعة، يعني انا ما قفلتوش بخلة ولا حاجة وما نزلش رز خالص في الشوربة والله. فكده الحمد لله اهو جهزت اكلنا. حمرت طبق بطاطس طبعا، هرش رشة فلفل بس كده على السمان. يا حبايب قلبي ده كان غدانا النهاردة، اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.